في فيديو النهارده هاقول لكم إزاي تضاعفوا الإنتاجية بتاعتكم وتقللوا الstress ونعيش كده وإحنا بالنا رايق ومرتاح، وبنعمل الtasks المطلوبة مننا من غير وجع دماغ كتير. أول حاجة لازم تعملوها وهي إن أنتم outsource unnecessary tasks. يعني إيه؟ يعني التاسكات اللي بتاخد منك وقت كتير أوي من يومك وساعات اللي أنت بتبقى منتج فيها، لازم تخلّي حد تاني يعملها بدالك. طيب الناس اللي عايشة لوحدها أو الناس المغتربين، والدته متوفية أو ما فيش حد يهتم بيه، يعمل إيه؟ أول مشكلة بتواجهنا كلنا هي الأكل، كلنا لازم ناكل ونشرب. يعني بديهية. طيب أنت بتاخد كام ساعة في إن أنت تروح الوكالة تجيب الأكل، إن أنت تطبخ الأكل، بتاخد كام ساعة في إنك تغسل الأطباق بعد الأكل. أحسن حاجة ممكن تعملها إن أنت تطلب الحاجات بتاع السوبر ماركت أو التموين بتاع البيت كله من مول واحد، ويا ريت يكون دليفري عشان تريح نفسك من الهيدك والصداع ده. ببساطة إن أنت تتفق مع شركة أو مع مطعم معين بيعمل أكل بجودة معينة. يا سلام بقى لو بيعمل أكل بيتي، فدي حاجة كويسة جدا. طب ده هيساعدني في إيه يا عم؟ أنت كده هتخليني أدفع فلوس كتير. لا، هيساعدك أول حاجة في إن أنت تبقى عارف كميات الأكل اللي أنت بتاكلها. فلو أنت عايز تخس في الوزن أو عايز تزيد في الوزن، عارف كميات الأكل اللي أنت بتاكلها، لأن هي بتتعمل لك على شكل علب بلاستيك كده من مطعم مثلا معين. يا سلام لو مطعم هيلثي، أنت كمان بيبقى الأكل بتاعك له كالوري. ما تشغلش بالك، أنت بتاكل وترمي الطبق أو العلبة البلاستيك وتريح دماغك بقى، ولا تقعد تغسل ولا تمسح ولا تقعد تغسل في اطباق ولا تطبخ ولا تقف قدام البوتاجاز. ده للناس اللي مش تلاقي ان فاضيه. انت كده يعني وفرت على نفسك افريج من 4 ل6 ساعات في الاسبوع. تروح بقى للوكاله وتغسل وتطبخ وتجيب بهارات وتوابل وتشغل بالك اصلا بانك هتطبخ ايه النهارده. ده صداع ابن لذينه، وانا جربته بصراحه، ودي مش فكره برودكتيف خالص انك تطبخ اكلك في البيت. لو انت عندك مشكله في التايم مانجمنت او انت عايز تبقى برودكتيف اكتر، شيل التاسك ده كده من دماغك، تلاقي بالك بقى رايق وانت ضامن او عارف ايه الاكل اللي هيتعمل لك، حجمه قد ايه، الكالوريز اللي فيه قد ايه. هيساعدك في مشوارك في الجيم. دي اول حاجه. تاني حاجه هي الهدوم. كلنا محتاجين هدوم عشان نروح الشغل، عشان نروح الجيم، نروح النادي، نروح في اي حته. محتاجين هدوم نظيفه ومكويه. طب ما بتودي هدومك للمغسله مثلا كل اول اسبوع، تودي 5 6 قمصان، 4 5 بناطيل تغسلوا ويتكووا. الحته مش هتاخد منك اكتر من 5 6 جنيه لو انت متفق مع المغسله دي. يعني متفق معاهم ان انت كل اسبوع هتدي لهم باكج كده او بالكايه، هم يعني انت تبقى كلاينت معاهم على طول، فهم هيظبطوك في الاسعار. بل ده كمان في بعض الاماكن فيها خدمه دليفري. يعني انا هاجي لحد عندك اخد الهدوم واغسلها واكويها وارجعها لك نظيفه ومتستفه ومتكيسه. فانت مش هتشغل بالك بقى بقصه المسحوق وقصه الغساله قصه النشر. خلاص انا كده كده بودي المغسله والحاجه بتجيلي تمام لاول الاسبوع، فانا عارف انا طول الاسبوع هدومي سكيورد، مش هقعد اشغل بالي بالتاسك ده. دي حاجه يعني اظن لذيذه جدا. ما تقوليش بقى ده هياخد مني 100 جنيه، هياخد مني 150 200. وجبه شاورما انت بتجيبها في البريك بتاع الشغل، فما تقنعنيش ان هي مبلغ ضخم بالنسبه لك. تالت حاجه وهي انك تنام عدد ساعات كافي. لو انت ما بتنامش عدد ساعات كافي، ودي كلنا بما فيهم انا يعني بشتغل على نفسي في على الموضوع ده، لان حتى انا شخصيا اللي بديك نصيحه اهو، انا ستيل بستراجل في موضوع النوم.